السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا النهارده بنزرع التوم يا جماعة. يعني النهارده انا بزرع التوم، تمام؟ انا بمشي في 3 خطوط، يعني 3 خطوط دي رايح 3 خطوط دي عشان ما اقعدش البك. دي حاجة. عندك التوم يعني بنزرع مواعيد زراعته المظبوطة نص شهر 10 او من يوم 10 او من اول 10. دي الزراعة المظبوطة. الناس بتوع جبل اللي بيزرعوا في الوقت اللي قبل ده بيعرض التوم ان هو فصل التوم يتعرض للشمس يتحمص. يبقى الزراعه المظبوطه من اول 10 لعند نص 10 لعند اول 11، بعد كده ما عادش ينفع زراعه التوم، تمام؟ طبعا التوم احنا لازم بتفرفط بس ما بنفرفط زي ما انتم شايفين كده الفص الكبير، الفصوص الكبيره. بص الفص قد ايه؟ الفص الكبير. طبعا في نوع بلدي وفي نوع اللي هو الاحمر الابيض والاحمر. الابيض اللي هو الرفيع البلدي، الاحمر اللي هو العادي اللي هو فص تخين دي، تمام؟ بنزرع فصوص، بنزرع من اول 10 لعند اول 11، بعد كده ما عادش ينفع في الزراعه. بنزرع على طريقتين، يا اما تزرعه انت في الميه، يعني تروي الميه وتنزل تغرز، او تزرعه على كده بعد يومين مثلا اروي وبعد يومين ابدا ازرع زي كده. طيب مسافات الزرع قد ايه يا محمد يا سيد؟ مسافات الزرع على بعد 10 سم بالظبط. 10 سم بالظبط من الزراعه على وقت اهي. 10 سم اهو، بصوا تغريز اهو، تمام؟ طيب انا غرست بالمنظر الجميل دوت، وعدى يوم واثنين وثلاثه. اعمل ايه يا محمد؟ بعد 4 ايام من الزراعه بالظبط، بعد 4 ايام او 5 ايام، ما تعديش كده، لازم تدي ترويه ميه للتوم دي. ليه؟ علشان تفضل الارض لاينه حواليه. لازم الارض تفضل لاينه حواليه. ليه؟ علشان الحمول بتاع فص التوم لما يطلع يلاقي حوالينه ليان، علشان حراره الجو او الشمس بتطلع برضه في النهار، تبقى في ايام حر. لو يجي يوم حر عليك على التوم وهو ارضيه مش خضراء او لينه، الحمول ده هينحرق وهيبوظ وهيموت منك. فلازم تزرع تحايي بعد 4 5 ايام، تمام؟ يعني كانت ديت بعض المعلومات عن زراعه التوم. اخلص هنا كده اجي اوريكم بقى اني زرع هناك يعني انا برضو في شويه خضار كده انا زارعهم. اعمل لكم حلقه كامله مكمله باذن الله عن انواع الخضار اللي بنزرع في الشتاء، عشان كل واحد يحقق اكتفاء ذاتي. تمام يا جماعه؟ يلا استودعكم الله، اترككم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.